يقول لك هذا أحد السياح الأجانب قرر يعمل زيارة لليمن، وفعلا فعل زيارة لليمن، فراح أحد السواحل قرر أنه يزور البحر، فحصل صياد يمني مع قاربه قال له أريدك تأخذني لفة في البحر. كان متعلم هذا الأجنبي اللغة العربية. الصياد اليمني أخذ لفة في البحر، وبينما بيطوفوا في البحر فجأة الأجنبي قال للصياد اليمني هل تعرف علم الجيولوجيا والبيولوجيا والسيكولوجيا والجرجفوجيا؟ رد عليها اليمني وقال له لا، ما هذا. قال الأجنبي إذن لماذا تعيش هكذا في جهل؟ ستموت جهلاء. اليمني ما عاد رد عليه. بعد شوي هاج البحر وتلاطمت الأمواج، وهنا التفت اليمني إلى الأجنبي الخائف وقال له هل تعرف السباحة لوجيا؟ في البحر لوجيا الممتلئ بالقرش لوجيا؟ رد عليها الأجنبي وقال له لا. قال لها اليمني إذن اليوم ستغرق جوجيا وتأكلك أسماك القرش لوجيا، وأنا سأموت عليك من الضحك لوجيا، ولن أساعدك وجيا، وخلي علمك في دكوجيا.